السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم سلطة او مقبلة بالشوفلور، كتجي لذيذة بزاف بزاف بزاف. يمكن نقدموها مع الاطباق الرئيسية ديالنا، او نقدموها كطبق مرافق للسمك المقلي او المشوي او الدجاج. المهم نقدموها مع المشويات والمقليات بصفة عامة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وعندي هنا واحد الشوفلوره كبيره مسلوقه في الماء، الملح والليمون او الخل وجوج وريقات الرند ومصفيين. ملي كطيب مزيان كنصفيوها. خديت واحد المقله وضعت فيها 3 الفصوص الثومه كبارين، ملعقه صغيره مركز الطماطم وملعقه كبيره عامره مزيان القزبور. هاد الشوفلور كيتواتى مزيان مع القزبور بلا ما نضيفو المعدنوس. وضيفت شويه زيت الزيتون. غنشحرو هادشي كله على نار هادئه، نبقاو نقليو فيه ونشحروه مزيان بلا ما يتغير اللون الثوم، بلا ما يرجع بني، باش ما يعطيناش الطيبه المروره فيها، باش ما يطلقناش الطيبه المروره في الشوفلور. من بعد ما كنقليوه كيف شفتوا على هذا الشكل هذا بلا ما كيتغير اللون الثوم، كنضيفوا دابا قطع الشوفلور. الشوفلور ماشي بالضروره اننا نسلقوه، يمكن اذا بغيتو كنتو كتبخروه ممكن انكم تبخروه، ماشي بالضروره تسلقوه في الماء. غادي نضيف له نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره ديال الكمون، وملعقه صغيره عمره كلها ديال الفلفل الاحمر او البابريكا. ونضيف ايضا راس معلقه ديال الخرقوم، غير شويه ماشي بزاف. صافي، ونبقاو نضغطوا عليه بهذا الشكل هذا حتى يطيح مزيان. انا غناخد واحد الملعقه اخرى، هذا واحد الملعقه باش نبقى اخرى باش نبقى نضغط عليه هكذا، حيت خصني نطلقو مزيان. كيف شفتوا معايا عم كنضغط عليه هكذا، وانا كنخلط وانا كنقليه مع هاد التتبيله هذه حتى كيتشرب مزيان، ودائما نار هادئه باش ما تحرقناش الثومه. انا دقت دابا شويه الملح جاني ناقص، غنزيد شويه. دائما حنا كنهداو حنا كنقيسوا الملح حيت هو ديجا مسلوق في الماء المملح. وغنضيف الحر، هذا اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش بلاش. وغنضيف واحد العصره صغيره د الليمون، او يمكن تستعملوا الخل ماشي مشكل. كنخلطوه مزيان، كنعاودو نزيدو نخلطوه وحنا كنضغطوا عليه وحنا كنقليو. كيجي هاد النوع د المقبله كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وانا متاكده غينال الاعجاب ديالكم. ها هو صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف شفتوا كيجي تقريبا بحال الزعلوك، كاين اللي كيسميه زعلوك الشوفلور. وها هو جاهز للتقديم، نقدموه بالصحه والعافيه. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك باش تدعموني وتشجعوني دائما ننزل فيديوهات اكثر. واذا كنتوا كتزوروا القناه لاول مره ما تنساوش تنضموا لينا بالضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه وراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.